مرحبا بالجميع. نتمنى الى اول مره كتزوروا قناه وصفات انصاف انضموا الينا باشتراك بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو والمرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى لكم فرجه ممتعه. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعين قناه وصفات انصاف. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. اقتراح اليوم غادي يكون كيك المول العجيب بنكهه القهوه والكراميل. كيجي هذا الكيك رائع ومعلق. نتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو للاخر. غنمشيو نشوفوا المقادير. اول حاجه غادي نشوفوا المول اللي كيكون بهذا الشكل، كيكون الوسط ديالو خارج. بالنسبه كاين بعض الاخوات ما كيعرفوش المول العجيب كيكون بهذا الشكل. هذا انا غادي نخدم هذا القطر صغير وانتم تقدروا ديروا القطر اللي بغيتو ودوبلوا المقادير. نحتاجوا 2 بيضات، 30 غرام ديال بودره الكاكاو، نحتاجوا 60 غرام ديال السكر سنيده، 50 ملي ديال زيت المائده، رشه ملح، من 200 حتى 150 من 150 حتى 200 غرام عفوا ديال الدقيق او الطحين من النوع الممتاز، 8 غرام ديال خميره الحلويات. غنحتاجو كذلك واحد 50 ملي ديال القهوه المقطره. القهوه لازم تكون بارده، ما تكونش سخونه. ودابا غنمشيو نشوفوا طريقه التحضير. غنبداو تحضير الكيك ديالنا على بركه الله. اول حاجه غادي نقوم بكسر هاد 2 بيضات في اناء فاش غادي نخدمو. غادي نضيف عليهم واحد رشه ملح، غير رشه خفيفه ديال الملح، ونضيف عليهم 60 غرام ديال السكر الخشن او السكر سنيده، ونخلطهم مزيان حتى يرغوي لينا الخليط. للتذكير ضروري البيض يكون عندنا بحرارة الغرفة. إلا مقررين مثلا في الصباح نعملو كيك، ما يستحسن من في الليل نحيدو البيض اللي حنا غنحتاجوه من الثلاجة في الليل باش نخدمو به الصباح. هكا غادي نحصلوا على نتيجة افضل في الكيك ديالنا، جميع انواع الكيك ديالنا. كما قلنا نستمر بالخلط ديال هاد البيض والسكر والملح حتى يرغوي لينا بهذا الشكل، يعني غنخدمو غير بيدينا. امر سهل جدا. وغنضيف عليه كاس صغير ما يعادل 50 ملي ديال زيت المائده ونخلط مزيان. وغادي نضيف نفس العبار، يعني ما يعادل 50 ملي ديال القهوه اللي مقطره، يعني نوجدوها تكون بارده، ما تكونش سخونه. القهوه تكون شويه قاصحه وتكون مقطره، يعني تكون لذيذه، ماشي القهوه السريعه الذوبان. القهوه اللي تكون معصره او مقطره، كل واحد كيف كيسميها. غادي نضيف عليها ديك 30 غرام اللي عندي ديال بودره الكاكاو او شوكولاته غبره، ونخلطهم. نخلط مزيان هذا الخليط. وغادي نضيف الطحين. كما قلت انا عندي هنا 200 غرام ديال الطحين، ولكن غنشوفوا شحال غتاخذ لينا هاد الخليط ديال الطحين، يعني ما غاديش نكبوا الطحين كله بمره، غادي نديرو شويه بشويه حتى نحصلوا على العجين اللي حنا يكون متجانس وما يكونش ثقيل ولا خفيف صافي. والله يجعل البركه. ما بقيناش نزيدو مازال الطحين. نخلط مزيان حتى نحيد دوك الكويرات اللي كاينين كاملين. يعني كنظن ان ما غاديش نزيد مازال الطحين، يعني تقريبا واحد 150 غرام ديال الطحين اللي خدا ليا. غادي نضيف عليه واحد خماره من وزن 8 غرام. ضروري ندوزو الخماره حتى هي في الصفايه باش الا فيها الحبيبات يتحيدوا. وغنكمل الخلط ديال الكيك. يعني انا عندي غير مول صغير جدا او صينيه الفرن صغيره جدا. بالنسبه اللي بغى يدير كيك كبيره يضرب المقادير. يعني نجمع الاطراف ديال هاد الكيك بسباتول، وغادي نجيب المول اللي دهنته بشويه ديال الزيت او الزبده ورشيته بالكاكاو باش الا طاب الكيك ديالنا ما غاديش يجي. الا درنا الطحين غادي يجي ابيض، حنا بينا يكون شويه اللون ديالو بني. هذا رشيته بالكاكاو صافي. غادي نفرغ هذا الخليط وندخلو للفران اللي سخنته على 180 درجه لمده 25 دقيقه ونخرجوه. بعد ما دازت المده ديال 25 دقيقه وجد لينا الكيك كيجي بهذا الشكل، به هذا الفراغ في الوسط. هذا الفراغ اللي غادي نعمروه بواحد الكاناش بنكهه القهوه
والكراميل. غادي نحتاجو 6 القطع الصغيره من الشوكولاته البيضاء، واحد 40 غرام ديال الشوكولاته السوداء. عندي غنحتاج واحد 4 المعالق كبار ديال القهوه اللي بقات لينا من الكيك. عندي هنا 2 جبن طري طبيعي بدون سكر. عندي هنا واحد الكميه ديال الكراميل، صوص كراميل اللي محضر في المنزل. ان شاء الله غادي نحط لكم طريقه التحضير في فيديوهات القادمه. ودابا غادي نشوفوا طريقه. غنبداو التحضير ديال الكاناش. اول حاجه غادي نجيب كاسرونه ندير فيها واحد 4 المعالق كبار ديال القهوه المقطره. غادي نديرها تسخن. بعد ما سخنات حتى توصل درجه الغليان غادي نحط فيها هاد القطع ديال الشوكولا. كيف كتلاحظوا الكيك ديالي زينت الجوانب ديالو بسكر كلاصي او سكر بودره اللي درتو في الشبكه ورشيتو. دابا من بعد ما داب الشوكولا في السخونيه ديال القهوه غادي نحركو حتى يذوب لي تماما، ما يبقاش يبان بهذا الشكل، حتى يذوب الشوكولا ما يبقاش يبان في القهوه. هاد الكاناش كيجي رائع بنكهه القهوه والكراميل ومع الجبن كيجي رائع رائع جدا، بحال شكل ملي كنخلوه يبرد في الثلاجه كيجي بحال شكل كلاص. من بعد ما غادي ندوبو هاد الشوكولا في القهوه غادي نخلوها جانبا حتى تبرد تماما، ما تبقاش فيها نهائيا سخونه، حتى تبرد ما تبقاش دافيه. غادي ندير الجبن اللي عندي، كل علبه جبن فيها 110 غرام. نتوما تستعملوا على حسب الكميه اللي غادي تناسبكم. انا كما قلت استعملت مول صغير. غادي نكب عليها واحد 3 أو 4 المعالق كبار ديال الصوص كراميل على داك الجبن، وغنخلطهم مزيان وغنخلي هادشي حتى يبرد لي الكاناش الشوكولا اللي مع القهوه. عاد غادي نخلط الكل مع بعضياتهم. كيف كتجي هاد الكريمه هادي بوحدها كتجي رائعه، ولا ضفنا ليها اكيد شوكولا والقهوه كتجي اروع. صافي راه برد لي هاد الكاناش ما بقاش دافي. غادي نخلطو مع هاد الجبن عفوا والكراميل، وغادي نخلطو مزيان. غادي نديرو في المول في هاد الحفره اللي في الوسط، وغادي هذا هو الشكل النهائي ديال كيك المول العجيب بنكهه القهوه والكراميل. نتمنى هذا الكيك ان ينال اعجابكم. بعد ما خليته واحد الساعه في المجمد هذا الكيك حتى قطع الكاناش وذوقته او زينته بشويه ديال صوص كراميل اللي بقى، وبالنسبه شويه ديال الكاناش اللي كان بقى لينا خليته حتى هو تقصح في المجمد. عملته في قمع او البوش وشكلت به شكل وريضات من الجوانب. واكيد دائما كيف كنقول التزيين اختياري، وتزينوا كيف نتوما حبيتوا. تقدروا تخلوها من غير ما ديروا غير السكر كلاصي وشويه ديال صوص كراميل، والله يجعل البركه كما كنقولوا. نتمنى ان هذا الاقتراح اليوم ينال اعجابكم، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم عفوا، ونتسنى منكم مزيد من التشجيعات بجيم لي فيديوهات ديالي، اشتراك في القناه، وما تنساوش تشاركوا فيديوهاتي مع اصدقاء ديالكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزوروا صفحتي على الفيسبوك وصفات انصاف. هذه انصاف كتحييكم، مع السلامه، دمتم اوفياء لهذه القناه.